مؤخرا كانوا غير حاضرين وغير جاهزين في الفترة الماضية. يبدأ الليلة بشهاب الدين في حراسة المرمى، سفيان مفتيني، محمد بولسكوت، حمزة الموسوي، أنس باش، محمد ربيع، أشرف المهديوي، أمين زحزوح، أسامة الطنان، طارق التيسوداني، واللاعب أيضا كريم البركاوي في الخط الأمامي. وفي هذا المساء هذا المدرج اللي يرسم دائما أجمل اللوحات. اسألوا القارة بأكملها، القارة الأفريقية، اسألوا العالم عما قال المنتخب اليمني في الملحق اللي أوصلهم لهذه المرحلة. كرة بتصل إلى من الجهة اليسرى، طنان لعب له كرة أمامية لكن أيضا تتخلص لمصلحة منتخب جزر القمر عن طريق لاعب ياسين لعب له كرة في الأمام لكن عاد بتمريره في الجهة اليسرى. يضغط المنتخب المغربي، يحاول المنتخب المغربي منقولة عرضية عالية بالراس لكنها عدت، مرت إلى ضربة زاوية، إلى ركلة ركنية في اللقطة الماضية. شوف الكرة والمحاولة والكرة العرضية اللي كانت حاضرة والرأسية اللي لم تجد أحد، لكن هذا المنتخب المغربي يحاول وسيحاول أن يظفر بأول الأهداف من أسامة طنان. منقولة عرضية بالراس، وضعها سفيان مفتيني، ارتقى سجلها ويقولوا علشان خاف ونحن الأسود، علشان خاف ونحن الأسود. سفيان مفتيني بارتقاء عالي وضع الكرة بالشباك، واحد من أهم الخبرات والأسماء، عرضية مميزة. والأسد المغربي يتقدم بأول الأهداف. علشان خاف وحنا الأسود، حتى وإن كنا نلعب بالرديف لكن حنا الأسود، لذلك سجلوا أولا، تقدموا أولا. سفيان مفتيني وضعها في 90، راحت نعم مستحيلة. أيامها في المغرب يكفي بأنهم المرشحين دائما للظفر باللقب، والكرة راحت بعيدة. مهديوي ينقلها في الجهة اليسرى لحمزة، للأمام التمريرة بمحاولة ونقلة بالراس إلى تيسودالي حاول أنه يمررها، تصل محاولة بالجهة اليسرى، نقلة وتمريرة في الأمام، البحث عن كرة أمامية. أسامة الطناني قاتل عليها لكن الكرة عدت ومرت إلى ضربة زاوية، ركلة ركنية يبحثون في ساعات وليس في أيام. هذا ما نشاهد الآن، منتخب يتجمع في اللحظات الأخيرة ويقدم هذا الحضور. أسامة طنان نقلها والتسديدة والثاني يأتي المنتخب المغربي. يا طارق تيسودالي واعر بالزاف. المنتخب المغربي يضرب مرة أخرى، يتقدم في هذا العرس العربي، يقدم نفسه. طارق تيسودالي يسجل الثاني، والفرحة الكاملة للمغاربة. المنتخب المغربي يتقدم في شوط المباراة الأول. لا، أنتم شعلة في الميدان، راكم شعلة في الميدان. هذه هي الشعارات تأتي الآن للمنتخب المغربي اللي يتقدم بهدف ثاني. اللاعب أشرف مهديوي نقلها عرضية بالكاب لكن الكرة تتخلص، تعود مرة أخرى، لمسة ومحاولة خطيرة هذه للمنتخب المغربي. محمد ربيع حاولها، وهذا محمد بولسكات، وهذا محمد اللي حاول. والجميل صراحة ان الهدافين في هذه البطولة واللي سجل في هذه البطولة من دوري أدنك للمحترفين بالأمس في الدوحة. كرة ملعوبة الآن عرضية، منقولة بالرأس، المحاولة مرت وعدت إلى ضربة مرمى. مانينغ حكم اللقاء يعلن عن وجود قبل المغربي، يبحث عن الثالث، يسجل هدفين ويبحث عن الثالث، وقد يأتي أسامة طنان، لعب له كرة في الأمام لكنها تتخلص، تعود مرة أخرى لمصلحة اللاعب زياد يحاول بها زياد مر وتقدم، راوغ لعب له كرة في الأمام. منتخب جزر القمر لم يرمي المنديل بعد تمريره ومحاولة في الأمام.
نقلة ولعبة وتسديدة قد تأتي ومراوغة جميلة وحلوة. حلوة اللعبة الماضية، حلوة اللعبة الماضية. لف على نفسه اللاعب ابراهيم يوسف. ابراهيم يوسف هي اللقطة الأجمل يا ابراهيم، اللقطة الأجمل في مصلحة المنتخب المغربي عن طريق اللعب هذا الخطير. يا سلام يا سلام على محمد اللي كاد بأن يفعلها في اللقطة الماضية. بولوكسود كاد بأن يسجل. شوف الكرة والتحرك واللقطة الماضية والمحاولة اللي طالت على محمد بولوكسود ثم عدت إلى ضربة مرمى. تحرك من خلف المدافعين. سجلوا هدفين من ركلتين ركنيتين. لعب الكرة رائعة إلى بولوكسود والكرة العرضية الجميلة والإبعاد يأتي. تعود مرة أخرى بولوكسود الكرة العرضية في الجانب الآخر. المحاولة في استلام اللي سعيد بما يشاهده هذا منتخب الرديف. عادت مرة أخرى المحاولة بالكعب يا عيني على الكرة العرضية. يا سلام يا سلام يا سلام على المغاربة، على الأسود اللي تغني في أرضية الملعب. المنتخب المغربي ما يلعب لا يغني. عادت مرة أخرى المحاولة من جومبا. لعب الكرة في الأمام فيها تدخل وفيها إبعاد والكرة العرضية المنتظرة، لكن بوفتيني في التوقيت المناسب خلص الكرة الماضية أبعدها سفيان. هذه الكرة وهذا التعثر. هنا المحاولة من منتخب جزر القمر اللي كاد بأن يفعلها ويسجل هدف التقليص بمحاولة منا لدخول الأجواء للتألق في هذا اللقاء. حارس مرمى المنتخب جزر القمر علي أحمد. تمريرة الأمامية وتسديدة راحت سهلة تتخلص وتبعد. فيها استلام بشكل راقي كالعادة من الكابتن والقائد ثم تمريرة في الأمام. حارس المرمى يخرج في اللعبة الأخيرة. محمد ربيع حاول وصل في الجهة اليسرى لمصلحة اللاعب محمد، نقلة عرضية لكن بوفتيني بيخلص ثم الإبعاد يأتي من الحرمات. راقي ورائع ورايق والكرة فيها صافرة وخطأ في اللعبة الماضية. يعرف يعود بعد ذلك اللاعب اللي كان ساقط على أرضية الملعب واللي خرج في اللحظات الماضية. قانون الحكم الدولي كولينا اللي ماخذه من بوتسال. الكرة العرضية حكم اللي قائمر بالاستمرار. وصلت الان الى طارق تيسودالي يلعب الى اسامه طنان، الى تيسودالي الى طنان في المساحه. البحث عن الكره العرضيه من اسامه نقلها مررها ولعبها، لكن ايضا الكره من زياد عامر. خلصها زياد يبحث عن زميل يحاول فيها بالجهه اليمنى ينطلق فيها يلعب الكره بتمريره اماميه، لكن ايضا اشرف المهديوي يخلص الكره الاخيره ثم المحاوله والتمريره والكره من ابراهيم يوسف، لكن ايضا فيها ابعاد. هذا اللقاء الكره بتصل الان، محاوله للامام عرضيه بالراس والثالث. فعلوها مرة أخرى. البركاوي يسجل الثالث للمنتخب المغربي. البركاوي يضرب بهدف ثالث يفرح المغاربة في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. شوط يتعملق فيه المنتخب المغربي بالرائد التحدي اللي قادم من رائد التحدي إلى فارس الظفرة. الآن هو الفارس في هذه الليلة مع أسود الأطلس، يضرب بهدف ثالث. شوف الكرة العرضية اللي كانت مثالية والراسية من البركاوي وضعها بالراس، والمنتخب المغربي اللي صعب المراس في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. ثلاثية مغربية في شوط المباراة الأول، والمنتخب الماضية بدأ ببناء قاعدة لاعبين من الجاليات والأسماء. تحسنت الصورة وتغير الشكل وبدأت الإنجازات تأتي. إنجازهم الأول الوصول إلى كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في 2021. حارس المرمى يلعب كرة في وسط الملعب، محاولة من إبراهيم يوسف
نقله وتمريره لزايد، زايد يحاول بها زايد يلعب كرة عرضية خطيرة، هدف التقليص يأتي، لكن الكرة شالها المدافع، هجمة رائعة ونهاية كادت بأن تكون سعيدة من السمكة النادرة المنتخب جزر القمر. شوف الكرة العرضية وصلت بهذه الطريقة، لكن الكرة وجدت المدافع اللي أبعدها، وجدت نعم المدافع اللي خلصها زين لمصلحة منتخب جزر القمر. حاول الآن المنتخب جزر القمر انه يسجل هدف التقليص عن طريق اللاعب زايد امير على تنفيذ الكرة القادمة، ملعوبة عرضية بالراس، لكن شهاب الدين يفضل العودة الى الخلف والمحاولة باش لعب الكرة لحريمات، رايح حريمات عاجبني في وسط الملعب، يلعب كرة الآن خاطئة تعود مرة أخرى لزياد، لكن الشهاب الدين يحرم زايد من هدف التقليص. الشهاب الدين يتعملق فيها سفيان بوفتيني، لعب الكرة الخاطئة إلى المهديوي، ثم بعد ذلك الكرة ضاعت. الركلة الركنية اللي حاول من خلالها عن هدف التقليص. على فكرة هي الأمر الوحيد اللي يتفوق فيه المنتخب جزر القمر على المنتخب المغربي في هذه المباراة، عدد الركلات الركنية، 4 المنتخب جزر القمر و3 ركلات ركنية للمغرب. والكرة منقولة لنا عرضية، محاولة خطيرة، هدف التقليص يأتي، بل هذا هدف تاريخي للسمكة النادرة، هدف تاريخي للمنتخب جزر القمر. كريم هو من يسجل، يفرح جماهير منتخب جزر القمر. يعود المنتخب في هذه المشاركة التاريخية بالظهور الأول في البطولة العربية، يقلصون الفارق بهذه الكيفية. شوف الكرة العرضية، شوط ثاني يبدأ حمادة جنباي بطريقة أفضل مع لاعبيه، مع نجومه، مع أسماء. كريم سعيد محمد هو من يسجل الآن هدف التقليص لمصلحة منتخب جزر القمر. لجماهير جزر القمر السعيدة بما تشاهد في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. المباراة الثانية تعود مرة أخرى لمصلحة العبدوجة، تسديدة لكنها مرت إلى من خريطتها. تمريرة الآن أمامية، محاولة لسفيان بوفتيني، سفيان كرة بتصل في الجهة اليسرى، محاولة الآن أمامية، أمين زحزوح، رائع يا أمين، راوغ أمين، انطلق فيها أمين، نقلة عرضية في السقوط، يعني حكم اللقاء مانين قمر بالاستمرار. تعود مرة أخرى فيها أيضا صافرة وخطأ. جماهير المغربية تعيش لحظات سعيدة، صغار كبار في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. وأمين زحزوح بالسلامة إن شاء الله لأمين زحزوح. مدرج يجبرك انك دائما تصمت عندما تشاهده، لأن الصمت في حرم الجمال جمال. الكرة بتعود الآن في وسط الملعب بمحاولة ونقلة وتمريرة طويلة، والعودة إلى طارق تيسودالي من أجل الرابع، لكن كرة تيسودالي عدت ومرت إلى ضربة مرمى في شوط ثاني. منتخب جزر القمر الآن هو الأكثر سيطرة، الأرقام تقول هذا. يا تيسودالي يحاول منتخب الآن المغربي عن العودة إلى المناك، والأمور لا تزال عند التفوق بنتيجة 3 مقابل لا شيء. لكن إبراهيم لعب الكرة لأفاني، تسديدة من أفاني، عادت العارضة إلى ضربة مرمى. أفاني صاحب التسديدة الأخيرة والمحاولة الخطيرة في اللقطة وفي اللعبة الماضية، لكن عادت العارضة إلى ضربة مرمى. شوف الكرة من أفاني وصلت، وتسديدة تمر. مهديوي يغير الاتجاه لمحمد، محمد بتمريرة أمامية حلوة اللقطة إلى تيسودالي أطلقها، لكن المدافع حارس المرمى تعملق فيها. تعود مرة أخرى لمسة ومحاولة، تيسودالي كان يبحث المرمى اللي قدم حضور كبير في القارة. هذا الممتع كريم سددها، ضاعت يا حسين،
كاد بأن يسجل حسين. مجهود كبير من حسيني في اللقطة الماضية، كاد بأن يسجل هدف رائع في لعبة. زحزوح يغير الاتجاه، لعب له كرة في الجانب الآخر لمحمد في الجهة اليمنى، البحث عن الكرة العرضية والتمريرة إلى البركاوي، نقلها البركاوي لكن أضاع. Yeah, this is Edward. Yeah, Joey's here too. We're talking to Nicholas, I'm the chief security officer. ضاعت الكرة الماضية وضاع معها الرابع، بل تعملق فيها خيري، تعملق فيها المدافع في اللقطة الماضية، شالها من قلب المرمى. يانيس كاري هو اللي شالها. يانيس كاري أبعد الكرة واحدة. الآن أصبح العرس جميل، والكرة العرضية وهدف التقليص. زايد يعود بالكرة بلمسة وتمريرة أمامية إلى زايد. حلوة اللعبة، طالت بعد خاطئة، عادت مرة أخرى. 3 تغييرات أجراها سكتيوي، والكرة بتعود الآن إلى زايد. لعيب يا زايد، رائع يا زايد، لكن الكرة لعبة لزايد. زايد عرضية من زايد، لكن الشاب يخلص، ثم الإبعاد يأتي والكرة تبعد. انتشال الفريق في شوط المباراة الثاني، لكن الآن احرمات لعبها لصابر. سقط الصابر، والكرة فيها ماذا؟ فيها ضربة مرمى. مانينج لم يحتسب أي شيء، الحكم الصيني لم يعلن عن وجود أي شيء، يطالبون بركلة جزاء. هذه الكرة من القرار الصحيح الآن راح نشوف، وبعد المباراة راح أيضا نتابع المحلل التحكيمي عبر أبو ظبي الرياضية إن كان القرار صحيحا في الحالتين. نشاهد ونتابع. مانينج الصيني صاحب 46 سنة اتخذ القرار أخيرا، والقرار After review, the goalkeeper very light touch the attacker, so this is a normal contact. Final decision is no penalty. لا يوجد ركلة جزاء. القرار الأخير لا يوجد ركلة جزاء. تدخل كان طبيعي على حد قوله الحكم الصيني مانينج، إن التدخل كان لا يستدعي ركلة الجزاء. لذلك القرار انطلقت بالأمس في الحفل الافتتاحي الجميل اللي كان في ملعب البيت يا عبد الرزاق حمد الله في مدينة الخور، واحد من الأيقونات. والتمريرة الآن وصلت، والنقلة لصابر، هياها صابر لحريمات ركانها، لكن هذه المرة شالها صابر في اللقطة الأخيرة. Our world is evolving rapidly, and with it comes a wide range of challenges.